واحد الملك في واحد الدوله حلم واحد الحلمه خايبه بزاف، ولكن المفسرين ثلاثه كيقولوا ليه نفس الحاجه، ولكن واحد فيهم له وصل بواحد الطريقه زوينه بزاف، اخرى الملك يبتسم. وشوفوا معايا كيفاش الاسلوب كيغير المعنى تاع شحال من حاجه. كان ياما كان في واحد الزمان واحد الملك من الملوك كان كيحلم راسو انه اسنانه كيطيحوا ليه كاملين دقه واحده، ولكن ملي كيصبر الحال كيلقى راسو صحه سلام ما به والو. المشكل الوحيد هو انه هذا الحلم كيتعاود ليه كل ليله. هو يخرج للوفد ديال الملك ويجيبوا ليه ثلاث مفسرين في ديك الدوله. المفسرين هو دخل عنده وقال له ودي المعنى ديال الحلم ديالك هو انه العائله ديالك كتموت قدام عينيك. هو يتصدر الملك يعني كيفاش تجرأ تقول لي هكا حبسوه. هو دخل عند المفسر الثاني قال له ودي النوع ديال الحلم ديالك اسيدي هو انه العائله ديالك كتموت قدامك واحد بواحد. قال لي حتى انت حبسوه. هو يدخل المفسر الثالث وعاود الملك الحلم ديالو على انه كينعس وكيحلم بسنو طايحين كاملين، وملي كيفيق يلقى راسو صحه سنان. هو نادي نقز المفسر قال لي خير خير يا ملك. قال لي عطيني هو هذا الخير هذا وانا من الصباح كنسمع المصير. قال له ودي ستكون اطول اهلك عمرا وغتعيش تشوف السلاله ديالك كامله قدام عينيك. وانا تيبتسم الملك قال لي الحمد لله هذا هو التفسير اللي كنت كتسناه من الصباح. الخلاصه هو انه المفسرين ثلاثه كان عندهم نفس الجواب، ولكن الاسلوب هو اللي كيصنع فرق بيناتهم. كلمه واحده ممكن تدمرك وكلمه واحده ممكن تداوي. لما تعرف توصل لمعنى غير الاسلوب راه هو كيفتح به القلوب. طبيعة الحال الا وصلتك الرساله دير لايك وبارطاج القصه مع اللي كيعرف المعنى ديال الكلمه. دير متابعه واشتراك حيت هنا كل نهار كاين حكايات كتغير نظرتك للحياه. معكم عبد اللطيف، السلام عليكم.